أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. قصة فيلمنا النهاردة عن قصة حقيقية لولد عمره 6 سنين، وهو بيكون أصغر أبطال روسيا في الحرب العالمية الثانية، وبيكون اسمه سيرجي، وبتنقذه مجموعة من الجيش، وكمان بيشارك في المعارك وبيفوز بميدالية الاستحقاق العسكري. بتبدأ أحداث الفيلم مع سيرجي وأخوه بيتر ومامتهم، وهم موجودين في الغابة ومستمتعين بوقتهم، والمكان هادي جدا. لكن اللي بيحصل فجأة بتظهر طيارة للعدو في السماء، وبتتخض الأم وبتطلب من أولادها إنهم يستخبوا، لكن سيرجي بيقول لها إنها مش حاجة تخوف وإنه مش خايف، وبيطلع لعبة القناصة اللي معاه وبيحاول إنه يضرب بيها الطيارة. وفي الوقت اللي كان هو بيتخيل إنه بيهاجم الطيارة الحربية وبيفجرها وتقع على الأرض، بيبص فجأة على الأرض بيلاقي إن مامته وأخوه مش موجودين ومختفيين، وبيفضل ينادي عليهم لكن محدش بيكون موجود منهم. وبعدها بيتغير المشهد وبيكون سيرجي نايم في بيتهم وبيخبط الباب. ساعتها بيفتكر إن اللي على الباب مامته وأخوه، ومن حماسه بيجري على الباب علشان يفتح، وبيتفاجئ بإنها خالته وبيحكي لها على اللي حصل. لكن هي بتعرفه إن مامته وأخوه ماتوا وإنه لازم يروح معاها علشان العدو عارف مكانهم وعايزين يموتوه. لكن ساعتها بيرفض إنه يمشي في الأول، لكن بعدها لما بيقرب العدو منهم بتهربوا من الشباك وبيقتلوا خالته. وسيرجي بيجري على الغابة علشان يهرب منهم، ولأنه لسه طفل صغير فبيكون خايف وبيفضل ينادي على مامته وبيعيط، وبيفضل لأيام في الغابة وهو بيعاني من خوفه من جنود العدو وضرب النار وقلة الأكل والشرب. لكن كمان بيكون بسبب الأحداث اللي بيمر بيها دي قلبه هيقوى أكتر وأكتر، لغاية ما في يوم بيكون واقع في الأرض وعنده هبوط، وبيلاقي مجموعة من عساكر الكشافة وبياخدوه على المعسكر للقائد بتاعهم. وساعتها القائد بيتأثر جدا بوضع الولد والحالته الصعبة اللي هو فيها، وكمان بيفضل يطمنه ويقول له إنه صديق ليه مش عدو، وبيطلب منه إنه يعرف اسمه ويعرف كمان اسم عيلته. وبعدها القائد بيعرفه على نفسه وبيقول له إن القائد نيكولاي، ولما بيسأل القائد الولد على أهله بيعيط. وساعتها القائد بيواسيه وبيقول له إنه راجل والراجل مش بيعيط، وكمان بيجيب له أكل وشرب. وبعدها بيتغير المشهد وبيكون الولد موجود في المعسكر الطبي بيتعالج من الجروح اللي في جسمه، والمسؤولة عن علاجه الدكتورة كاتيا. وسألها الولد عن المجموعة اللي لقيوها في الغابة، وقالت له إنهم الكشافة، ودار حوار بينهم كمان عن القائد وعن شجاعته وعلى اللي حصل عليه من مكافأة لشجاعته. وبعدها جاله القائد علشان يطمن عليه، ودار حوار ما بينهم هم كمان. وساعتها الولد قال له إنه هو كمان هيكون قائد لما يكبر، والقائد فرجه على المسدس والميدالية اللي حصل عليها بسبب شجاعته. وبعدها خرج القائد من عند الولد وقابل الدكتورة كاتيا وطلبت منه إن الولد يفضل معهم في المعسكر، لكن القائد رفض لأنه مش مكان للأطفال وسابها ومشي. وقتها بيكون في معسكر الجنود عند القائد، وبيجي جندي للقائد وبيطلب منه الولد إنه يفضل معهم لأنهم حبوه جدا، وبيعوضهم عن فراق أهلهم عنهم عشان هم في الحرب. لكن القائد برضه بيرفض طلبه. وبعدها القائد بيروح عند سيرجي علشان ياخدوا المكان آمن ليه، بس سيرجي بيرفض إنه يمشي وبيكون عايز يفضل مع القائد، وبيقول له على أسماء الأسلحة اللي عرفها والمعلومات اللي اكتسبها من الجنود. ساعتها القائد بيتأثر بيه جدا، وعلشان حبه قرر إنه يسيبه وكمان يتبناه كابن ليه. وبعدها الجنود بيقرروا إنهم يعملوا بدلة للولد، وبيكون سيرجي نايم في المخيم عند القائد وبيصحيه وبيفاجئه بالبدلة وبيفرح بيها جدا. وبعدها بيعتبر نفسه جندي زيهم، وبيطلب كمان مهام من القائد إنه ينفذها. وساعتها فجأة بيحصل هجوم عليهم وغارة طيران من العدو، وبعدها بيفضل الولد يدور على القائد وعلى الدكتورة وهو بيعيط وسط الجرحى وما بيكونش لاقيهم. لكن في جندي بيمسكه وبيقويه بكلامه وبيقول له ما تجيبش سيرة الموت وخليك شجاع وحاول إنك تساعد. وبعدها بيدخل على خيمة الإسعاف للجنود وبيساعدهم في شرب المية، وكمان بيقرا لهم الرسائل بطريقة مضحكة، وكمان غنى لهم. وتاني يوم الصبح بيكون الولد نايم على رجل كاتيا ومستني القائد. وأول لما بيجي القائد وبيكون لسه بيعترف لكاتيا على حبه ليها، بيصحى الولد وبيحضنه وبياخده وبيمشي، وبيفضل يحكي له إنه يساعد الجنود وإنه هيفضل يساعده هو كمان في الحرب. وبعدها بيطلب منه إنه ياخده للجندي اللي فصله البدلة علشان يشكره. ولما بيروحوا بيتفاجئ إنه مات ومكانه متدمر جدا، فبيزعل الولد عليه جدا. وساعتها القائد بيقول له إن في الحرب يا ابني لازم الشخص اللي يقول شكرا في الوقت المناسب. وتاني يوم الصبح بيكون الولد واقف وبيقلد القائد بإنه عامل نفسه بيحلق دقنه، وبيرخم عليه جنود الكشافة بكلامهم وبيقول لهم إنه جندي، والجندي ما عندوش وقت للمواعيد الغرامية والرفاهيات، وبيمشوا في طريقهم. والولد بيروح للقائد في خيمته وبيطلب منه إنه يقول له على مهمة يعملها. وساعتها القائد بيقول له إنه يروح يوزع الجوابات اللي جاية للعساكر من أهاليهم، وفعلا بينفذ المهمة. وبعدها الولد بيروح على الغابة علشان يستكشف فيها، وهناك بيتفاجئ وبيشوف حركة غريبة ورجل داخلة في كم
هش. بسرعة بيرجع للمخيمات تاني وبيروح للجنود الكشافة وبيقول لهم على اللي شافه وبياخدهم للمكان. وساعتها فعلا بيكتشفوا 2 من العدو مستخبيين في المكان، ودارت معركة بينهم وقبضوا عليهم. والفضل هنا بيرجع للولد، ولأنه هو اللي اكتشفهم وفرحوا بيه جدا على ذكائه وعلى كمان شجاعته. وفي مرة تانية الولد بيكون في المخيمات بيكمل المهمات وبيوزع الجوابات على العساكر، بس بيزعل وبيتصدم لما بيكون في جندي بينادى على اسمه ومش بيرد عليه وبيكتشف انه مات. شوية وبنروح على المخيم عند القائد وبيكون قاعد مع الجندي وبيكون دراعه اليمين وبيقول له على شجاعة الولد وان هو اللي لقى الاتنين المتسللين الألمان. وساعتها القائد بيقول له ان الولد ما حكاش معاه وما جابش سيرة الموضوع، وبيرد الجندي وبيقول له التواضع سر الجندي. وساعتها بيدخل الولد عليهم المخيم وبيقول لهم انه ينفذ المهمة المطلوبة منه، وبيطلب كمان منهم انه عايز مسدس حقيقي زي باقي الجنود لانه خلاص بقى جندي. لكن القائد بيفاجئه بانه عمل وثيقة بالختم وانه خلاص بقى ابن المتبني. وبعدها بيتغير المشهد وبيكون في اشتباك مع العدو، والولد بيوصل الذخيرة للجنود. وفي جندي نصحه انه يفتح بقه قوي علشان ودنه ما تتألمش من صوت الرصاص والقنابل، وبيشكره على مجهوده في احضار الذخيرة وبيطلب منه انه يروح على مخيم القائد. وبعدها بيروح الولد على مخيم القائد، وهناك بيسمع وبيشوف الجندي وهو بيقول للقائد ان كابل الاتصال اتقطع وان الجنود اللي هناك ماتوا، وكمان في قناصة كتير من العدو موجودة في المكان والمكان مكشوف جدا. والقائد قال له انه يتصرف ولازم يوصل الكابل. ساعتها الجندي قرر انه يروح بنفسه يوصل الكابل المقطوع، والولد بيروح ورا الجندي. وفجأة الجندي ده بيتصاب وبيكون الولد معاه، وبيفضل يقول له ان هو اللي هيكمل وهيوصل الكابل لان القنابل صعب تسيبه لان حجمه صغير، وبيطلب منه يقول له ازاي يوصل الكابل. وساعتها الجندي بيقول له انه بس يربط الاسلاك ببعض، وفعلا الولد بينجح ان يوصل الاسلاك ببعض وبيرجع الاتصال من تاني. والولد بقى لما بيكون عند الدكتوره وبيقول لها انه لازم بسرعه تروح عند باباه القائد لانه تعبان جدا ومش بياكل ولا بيشرب. وفعلا بسرعه بتروح جري عليه وبتصحيه من نومه وبتطمن عليه، لكن هو بيفاجئها انه كويس، والولد بيكذب عليها وانه كمان بيعرف ياكل ويشرب. وساعتها بنعرف انه عمل كده علشان عايز يقربهم من بعض اكتر ويحبوا بعض. والقائد بيكون مكمل كلامه مع الدكتوره بس بيتفاجئ انها مشيت، وبيجري يروح وراها علشان يعترف بحبه ليها وانه عايزها تكون ام للولد. واثناء الاحداث دي بيكون الولد شاف الكلاب اللي جايبها المدرب بتاعها وبيعرفه مهنه ودور كل كلب ايه، وبيطلب منه الولد انه يركب على زلاجه الكلاب وياخد لفه معاهم. فبيوافق المدرب وبيمشي الولد بالكلاب، لكن فجاه الكلاب بتسرع بيه وبتتجه به لحقل الالغام. وفي اخر لحظه انقذوا الجندي الدراع اليمين للقائد. وبنرجع تاني لمشهد القائد والدكتوره اللي بيكونوا واقفين مع بعض، وهم واقفين مع بعض بيجي جندي وبيدي جواب للقائد واللي بيكون جاي له من المقر الرئيسي، وبيقول له فيه انهم لازم يتحركوا من مكانهم ويروحوا على مكان تاني. وتاني يوم فعلا بيتحركوا من مكانهم وبيوصلوا المكان بيريحوا فيه شويه، وبعدها بيرجعوا يكملوا طريقهم للمقر الجديد ليهم. وهم ماشيين في الطريق بيكون داير الحوار بين الولد وباباه والمساعد بتاع باباه، وبيحصل فجأة تشابك مع العدو وانفجارات. وساعتها بيخسر القائد الجندي دراعه اليمين وبيزعل جدا ابنه عليه. وساعتها القائد بيطلب منهم انهم يكملوا طريقهم. وبعدها بيتغير المشهد وبيكونوا وصلوا للمقر بتاعهم عند الجنرال، وبيكون القائد عنده وبيقول له على طلبات الجنود واللي محتاجينه، لكن القائد بيعتذر لان مفيش امكانيه عندهم للطلبات. وبيدخل عليهم الولد وبيرمي عليهم التحيه وبيطلب منهم الاذن انه يتكلم، وبيديله الاذن وبيقول لهم انه جندي مقاتل وبيسال لو في اي مهمه يقدر يعملها. وساعتها القائد قال له انه يروح للفصيله الثانيه ويشوف ملابس الجنود ومعداتهم. وبعدها فعلا بيروح للجنود وبيطلب من القائد بتاعهم انه يوقفهم صف علشان يفحصهم ويعرف اللي ناقصهم. وفعلا بيقول للجنود اللي عنده جزمه مقطوعه يتقدم، والجنود بتسمع له وبيعملوا كده. وبيطلب من القائد بتاعهم انه يكتب اسماء الجنود اللي محتاجين جزم في ورقه، وفعلا القائد بينفذ امره. وبعدها الولد بياخد الورقه وبيروح بها عند الجنرال وبيديله الورقه. وساعتها الجنرال فعلا بيصدق القائد في كلامه، ولما قال له على طلبات الجنود وقرر انه يمضي على التقرير ويجيب طلبات الجنود الناقصه. وبيفرح الولد جدا وبيقول عليه انه شجاع، وبيساله لو في اي طلبات تانية ولا لا. ساعتها طلب منه انه يدي الاذن لباباه علشان يتجوز من كاتيا. وبعدها بيخرجوا هو وباباه وبيكونوا بيتمشوا مع بعض وداير حوار بينهم، وفجاه بتحصل انفجارات وبيتفرقوا عن بعض. والولد بيخرج من الخندق وبيجري على باباه علشان ينقذه من الانقاض اللي وقعت عليه، لكن مش هيقدر وبيروح على الجنود علشان يساعدوه. وفعلا ساعتها بينقذوه. وتاني يوم الصبح بيكونوا موجودين في المعسكر الطبي، والدكتوره بتطلب من الولد انه ما يتكلمش كتير مع باباه لان اصابته صعبه. ولما بيدخل عند باباه وبيشوفه بيفضل يعيط، وباباه بيقول له الرجاله مش بتبكي، وبيمسح دموعه وبيسكت وبيفضل باصص له. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده، وبنعرف ان الولد اصغر جندي في الحرب الوطنيه العظمى واللي بيكون سنه 6 سنين. وفي 27 ابريل سنه 1943 اتكلم
وتكرم وأخذ ميدالية بسبب مشاركته في معركة ستالينغراد. وصل فوغ لبولندا وأصبحت عائلة قائد الفوغ عيلته، وبعدها اتخرج من المدرسة وكرس حياته لمكافحة الجريمة. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهاردة، استنونا في أفلام تانية جديدة، والسلام.